الشقة المغلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حالة الشقة مغلقة تماما وبقى عداد كهرباء مسبق الدفع الكارت، سيتم رفع العداد عن الشقة في حالة عدم شحن العداد بشكل منتظم. يجب شحن عداد الكهرباء في أي شقة مغلقة غير مستعملة، عشان في رسوم اشتراك بيتم خصمها من رصيد عداد الكهرباء مقابل استمرار الخدمة واستمرار تركيب عداد الكهرباء. في حالة عدم استهلاك التيار الكهرباء تماما والشقة مغلقة بيتم خصم 9 جنيه نهاية كل شهر تلقائي رسوم اشتراك، وهذا هو المقروء بالصفر. في حالة الشقة مغلقة وبقى عداد كهرباء مسبق الدفع تم تركيبه عن طريق القسط، فيجب على صاحب العداد بسداد القسط كل شهر مع رسوم الاشتراك. بمعنى إذا كان قسط العداد 200 جنيه كل شهر زائد 9 جنيه اشتراك، يبقى أنت كده هتشحن ب 209 جنيه في الشهر. أما في حالة العداد القديم الميكانيكي فيجب أن يسأل المشترك عن فاتورة الكهرباء كل شهر علشان يتم سداد الاشتراك الشهري اللي هو 9 جنيه وبيكون على شكل فاتورة. كده عرفنا على أي مشترك عنده شقة مغلقة أو غير مستعملة لازم يدفع الاشتراك الشهري والقسط اللي على العداد كل شهر عشان العداد بتاعه ما يترفعش. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.